صباح الخير على أحلى ولاد وعلى أقوى شباب في الوطن العربي كله، وفي صفحتنا المميزة جدا صفحة جيم ايجيبت أو جيم مصر. معكم في الحلقة الثانية. أنا طبعا شفت الكومنتات وشفت التعليقات الكتيرة اللي جت على الفيديو اللي فات. هتكلم عليها سريعا جدا. بعض الكومنتات اللي شدت انتباهي جدا. عندنا الكومنت الاولاني اللي شد انتباهي جدا اول لما نزلنا الفيديو، كان عن شكلي او حجم جسمي، اللي هو كان في تعليق قال ان انت مش شايف يا كابتن ان انت تخين شويه او فات شويه على ان انت تقدم برنامج زي ده. في ناس او من ضمن الادمنز قالوا لي ما تردش، فما ينفعش ما اردش لسبب. ما عنديش فكرة إن أنت توجه لي نقد وأنا أتجاهله أو أتلاشاه، ما أسمعلوش. هقول لك السبب، لأن إذا عرف السبب بطل العجب يعني. فحاجة بسيطة، أنا في فترة تضخيم دلوقتي، بالكينج. أنا لازم أزود من وزني 15 كيلو خلال السنة دي، عشان أنا نازل بطولة إن شاء الله لو ربنا أراد 2016. فالمدرب بتاعي محتاج مني ان انا ازود في الكتله العضليه او كتله الجسم عامه كله، لازم يزيد 15 كيلو. فطبعا لازم هيبقى فيها دهون او فيها فات. ما علينا، دي نقطه. من الكومنت ده هيربطنا ببعض حاجات. يعني هو شوف الكومنت سلبي، بس انت ازاي تحوله تخلي الكومنت ايجابي. حاجه بسيطه جدا. هو شاف ان انا جسمي غير مناسب للبرنامج، تمام. ده يدل ان انا مش الشخص او انا مش المدرب اللي هيجي يسمع له، لان انا ما عنديش الهيكل او المنظر او الشكل العام اللي هو بيرتاح له كشخص. فدي يعني في النقطه بتاعت اختيار المدرب اللي احنا هنتكلم عليها بعدين. دي من ضمن النقط، ان انت ازاي تختار شكل المدرب بتاعك يبقى عندك راحه نفسيه. دلوقتي هو شاف ان انا جسمي زياده، فبالنسبه له انا مش هبقى مقنع قوي. في من ضمن الكومنتات اللي جت كان كومنت مهم جدا، من بنت او من سيده، ما عنديش اي خلفيه بصراحه. ف الكومنت كان بيقول اهتموا بالبنات شويه او اهتموا بالسيدات شويه، لان احنا بنتعب ان احنا نلاقي حاجه للبنات او للسيدات يعني. انا ما بتجاهلش حد خالص تماما. بس انا عندي نقطه صغيره، تحدثي كي اراكي. يعني قولي لي مشكلتك ايه وانا تحت امرك، لكن ما تحطليش عنوان انتوا ما بتهتموش بالسيدات او ما بتهتموش بالبنات. انا تحت امرك، اساليني وانا هرد عليكي، مفيش مشكله خالص. واللي انت عايزاه انا تحت امرك، بس تحدثي كي اراكي. دي نقطه. في حاجه تانية عشان اكدها، الموضوع البنات والسيدات. انا من وجهه نظري الشخصيه، السيدات هم اساس المجتمع في كل حاجه. بس خلينا في نطاق صفحتنا انها صفحه رياضيه. لو البنت من صغرها اتعودت ان يبقى عندها ثقافه رياضيه وبتمارس رياضه، تاكد، انا بتكلم للراجل دلوقتي، تاكد ان هيبقى في بيتك بطل. ايا كان نوع الرياضه اللي هو يعني هيلتزم بيها او هيمارسها، اتاكد ان هيبقى في بطل، لان هي فعندها الام او البنت كمان انا بتكلم عليها لانها ممكن تدعم اخوها، ممكن تدعم خطيبها، ممكن تدعم جوزها، ممكن تدعم ابوها في سن متاخر من يعني ما يبلغ 40 او 50 سنه او ايا كان العمر. لو البنت عندها ثقافه في الرياضه هتقدر تدعم ابوها، تقول له تعالى نروح الجيم، تعالى نعمل كذا، تعالى نمشي. في من ضمن التعليقات ان انا بتمنظر. انا مش بتمنظر خالص والله. انا هشرح لك نقطه صغيره جدا. انا بعمل البرنامج ده او بعمل الحلقات دي ليه. انا كان عمري 17 سنه لما رحت الجيم. كنت تايه. لما انا كنت 17 سنه ده من فتره كبيره جدا، يعني كان في تقريبا 93 او حاجه زي كده. انا عمري 33 سنه دلوقتي. ف ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه الحاجات دي. يعني كنا احنا بنشوف المجلات، بتيجي بس المجلات اللي هي الرياضيه بنقراها وبنحاول ناخد منها معلومه. فالمجله كانت بتيجي مثلا بتنزل كل 3 شهور مجله. فتخيل انت بتقعد 3 شهور تقرا في مجله وما عندكش
الجديد ايه. فانا وانا عمري 17 سنه تمنيت ان يكون عندي حد فاهم يقدر يوصل لي معلومه، اقدر امشي او اسلك طريق او منهج واكمل مشواري. فانا مش بتنطط، انا بحاول اشرح لشباب صغير انا كنت محتاج ايه في وقتهم دلوقتي. انا كنت محتاج ان حد يقول لي ان انت عشان توصل لوزن معين هتاكل كذا 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 كذا، وهتمارس الرياضه دي، فهتقدر توصل للشكل اللي انت عايزه. فما كانش عندنا في الوقت اللي احنا كنا واحنا بنلعب فيه الجيم، ما كانش عندنا حد واعي للدرجه دي. كان عندنا كباتن في الجيم بس هم يعني كانت ثقافتهم من محدوده يعني، وخبرات كانت محدوده. دلوقتي الموضوع عشان الانترنت واختلطنا بالمجتمعات الغربيه وعرفنا هم كانوا بيعملوا الاجسام دي ازاي بيعملوه، خلاص بقى الموضوع كله معروف يعني. تقسيم الوقت، انت عندك اليوم 24 ساعه، حضرتك بتشتغل 7 ساعات، ده الطبيعي. في ناس بتشتغل شيفتات 12 ساعه، مع احترامي ليهم موضوع الرياضه هيبقى صعب عليكم شويه، بس هنحاول نوظفها لانه هياخد من حاجات تانية. بس خلينا نتكلم على بني ادم طبيعي جدا اللي هو الموظف العام في مصر مثلا، او طالب مدرسه. يعني بتروح المدرسه او بتروح الجامعه او بتروح ال الشغل بتاعك 7 ساعات في اليوم. يبقى احنا عندنا من ال 24 طرحنا منهم 7، يبقى فضل عندنا 17 ساعه. ال 17 ساعه التانيين دول هتقسمهم ازاي؟ هتقسم منهم ساعه ونص تمرين، يبقى عندك فاضل في يومك 15 ساعه. ال 15 ساعه دول هتاخد منهم 7 ساعات حياه اجتماعيه. حياه اجتماعيه بمعنى لو انت عايز تبقى رياضي صح، وعايز تبقى بني ادم قوي وعندك دافع نفسي ان انت تروح تتمرن في الجيم، ويبقى عندك اراده، ويبقى تقدر تحافظ على الدايت بتاعك، وتقدر تستمر في اللي انت بتعمله، لازم يبقى في تشجيع. التشجيع هيجي منين؟ هيجي من الاخرين. الاخرين هم مين؟ اصحابك، عيلتك، زمايلك في الشغل، اصحابك في المدرسه. فانت لو ما بتديهمش وقت من وقتك، اللي هم ال7 ساعات اللي انا بتكلم فيهم، لو ما بتديهمش وقت انت مش هتلاقي عندك دعم، مش هتلاقي عندك سبورت، مش هتلاقي عندك حد يقول لك انت كويس كمل. كلمه انت كويس كمل دي، انا بالنسبه لي الكلمه دي بمليون مليون جنيه يعني. خلينا نتكلم بجنيه، مليون جنيه. كلمه انت كويس كمل دي بترفع من روحك المعنويه، بتحس ان انت عامل حاجه، بتحس ان ليك كيان. كل ده مش هيحصل من غير ال7 ساعات الاجتماعيه دول. الوقت الاجتماعي، الحياه الاجتماعيه، اللي هي ان انت تنزل تشوف اصحابك، تتكلم معاهم شويه، تشوف اهل بيتك محتاجين ايه، سواء مراتك، سواء امك، سواء ابوك، سواء اختك. وفي حاجه صغيره في النص كده احب اقولها. لما الوالده او الوالد او اختك تطلب منك ان انت تروح تشتري لهم حاجه للبيت، روح. ليه؟ كارديو يا عم، كارديو ببلاش. نزلت السلم وطلعت السلم كارديو، رحت اشتريت الحاجه وانت ماشي في الشارع، ورجعت اشتريت الحاجه من عند المحل وطلعت البيت كارديو. طيب انت عايز تخس، ما كارديو اهو بلاش يا جماعه من غير ما تروح الجيم. ولا هو لازم تروح تدفع اشتراك فيما يعادل ال 100 جنيه او ازيد، وتروح تقف على المشايه عشان بس تقف قدام المرايه وتقعد تعمل كده وتعمل كده والناس تبص عليك؟ يا عم ما كارديو اهو، ماما قالت لك روح اشتري، او بابا قال لك روح اشتري، او اختك قالت لك روح اشتري. ما تنزل السلم وتطلع السلم وتروح المشوار، كارديو بلاش من غير ما تتعب نفسك. في النص كده بس بالنسبه للحياه الاجتماعيه، ان انت لازم تتكلم مع اصحابك. لازم تكلم اصحابك لسبب ان انت لما هتبقى مع اصحابك وهيشوفوك ويشوفوا فيك تطور في جسمك، هيبتدوا يبقى عندهم الغيره الحلوه ان هم يروحوا معاك الجيم عشان يحسنوا من نفسهم زي ما انت عملت. بل بالعكس، ده انت هتبقى قدوه ليهم. فان انت تقسم ال7 ساعات بتوعك في الحياه الاجتماعيه، ان انت تدي لاهلك هم عايزين ايه، وتدي لاصحابك هم عايزين ايه، وتدي لزمايلك في الشغل ان هم لو عايزين يخرجوا بعد الشغل تتكلموا مع بعض، تفضفضوا، عندكم مدير مضايقكم تقدروا توصلوا لفكره ان انتوا ازاي تحلوها معاه، او توصلوا لنقطه تفاهم، اللي هو الراجل ده بيتكلم صح او الراجل ده بيتكلم غلط، فنقدر نوصل لمعلومه او نوصل لنقطه
نقدر نتكلم فيها فنقدر نحل مشكله الشغل. وفي نفس الوقت في البيت ان انت لازم تتكلم مع اهلك، تتكلم مع اخواتك، تتكلم مع قرايبك. الحياه الاجتماعيه مهمه جدا للاعب الرياضه لسبب، لان انت وانت في المدرسه وانت لسه ما بتشتغلش، انا بتكلم فئه معينه من الناس من الشباب، وانت ما بتشتغلش انت محتاج فلوس. فمين اللي هيديك الفلوس؟ يا بابا يا ماما. لما هتقول لماما انا عايز واي بروتين، هتقول لك ايه؟ انت ما بتسمعش كلامي، انت ما بتعمليش حاجه، اديك واي بروتين ليه؟ لكن انت لو هتديها من وقتك اهتمام هتقول لك اتفضل روح اشتري اللي انت عايزه. تمام؟ يبقى وصلنا لمرحله السبع ساعات بتوع الحياه الاجتماعيه دول هيتقسموا ازاي؟ ما بين اصحاب، ما بين البيت، ما بين اصحابك بتوع المدرسه او اصحابك بتوع الشغل. ولو تقدر يعني تقدر تخلق حياه اجتماعيه جديده مع الناس بتوع الجيم نفسهم، بحيث ان انت يبقى عندك حافز جوه الجيم وحافز بره الجيم. فدول مهمين جدا السبع ساعات دول. بعد من السبع ساعات دول هيتفضل عندنا هم بالظبط 8 ساعات اللي هو النوم، الراحه بتاعت الجسم، اللي يقدر الجسم يريكفر فيها، اللي يقدر الجسم يستشفى فيها، يرجع تاني صحي ومناسب انه يقدر يكمل بقيه المجهود اللي تقدر تعمله اليوم اللي جاي. فانا قسمت لك اليوم اللي هو هيبقى 7 ساعات شغل. انا بتكلم على الناس الطبيعيه، مش بتكلم على الناس اللي بتشتغل شيفتات 12 ساعه، انا بتكلم على الناس اللي بتشتغل 7 ساعات بس. 7 ساعات في اليوم، وبعد كده هيبقى عندك ساعه ونص تمرين، دي من ضمنها ان انت رايح وفي ساعتين تمرين اللي هو بس مش ساعتين تمرين جوه الجيم، انا مدي لك نص ساعه ان انت ربع ساعه هتروح وربع ساعه راجع، فكده نص ساعه يبقى فاضل لك ساعه ونص. هيبقى عندك بعد كده 7 ساعات بتوع العيله او بتوع اصحابك او بتوع زمايلك في الشغل او ايا كان. لازم يبقى عندك حياه اجتماعيه عشان تقدر الناس تدعمك، عشان يبقى عندك حافز عشان تكمل مشوارك. بعد كده عندك الثمان ساعات بتوع النوم، لازم تنام. حاول على قد ما تقدر تهتم بالوقت. انا حابب اقول لكم شكرا جدا ان انتوا اديتوني من وقتكم ان انتوا تسمعوني. انا هصور الحلقه الجايه حسب رغباتكم من الليسته اللي انا كنت كتبتها على الصفحه. حاول تختار انت محتاج ايه. شكرا واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.